اليوم جبت لكم واحد البديل ديال السكر. شنو هو هذا شنو العسل؟ لا هذا سميتو الدبس، لا ميلاس ديال التمر. كيفاش كيقادوا هاد لا ميلاس ديال التمر؟ تيشدوا التمر وكيزيدوا عليه الماء وكيطحنوه، وكيشدوا واحد النوعيه ديال التمر اللي كتكون رطبه، اللي تقدر دير لنا واحد لو سيرو. كاين الدبس ديال الرمان، كاين الدبس ديال الخروب اللي يقدروا يعوضوا لنا السكر الابيض. تقدر تحلي به، تقدر دير به بزاف الحوايج. ولكن واش هادشي طبيعي؟ نعم طبيعي، ما فيهش سكر مضاف، فيه سكريات بسيطه، يعني فيه الفركتوز وفيه الجلوكوز بنسبه عاليه، يعني راه حلو بالنسبه للناس اللي عندهم السكر. ما خصهمش ياخذوا قنبله ديال المعادن، فيه المغنيسيوم، فيه البوتاسيوم وفيه الحديد. الناس اللي عندهم لانيمي خصهم ياخذوا لا ميلاس ولا ديبس التمر. فيه مضادات اكسده، فيه مضادات التهابات، ولكن الحاجه اللي زوينه فيه الياف، يعني ما فيش غير سكريات، ولكن فيه الياف جيده اللي كتلعب الدور ديال البريبيوتيك، تتغذي لنا البكتيريا النافعه، وبالتالي الجهاز الهضمي ديالك تيولي مزيان وفي حاله جيده. الناس ديال الصحراء كانوا كيحليو غير بهذا. بغيتي تكون صحراوي خصك تضرب لك لا ميلاس، واحد الغذاء اللي هو مركز، كيعطيك الطاقه وكيقوي لك المناعه ديالك، حيت فيه لو زنك، فيه سكريات بسيطه. وبالتالي الناس اللي كيديروا الرياضه كيبغيو واحد البوست ورك اوت ولا بري ورك اوت اللي يعطيك طاقه انيه. شد لك الدبس ديال التمر وزيدوا في الماء وخلطوا وشربوا. راه لي دابا التذوق معلم. يعني غير شي شويه منه غيحلي لك الماكله ديالك. بارطاجي لي هذه المعلومه مع صحابك واكي عاون ربي. اليوم جبت لكم واحد البديل ديال السكر. شنو هو هذا شنو العسل؟ لا هذا سميتو الدبس، لا ميلاس ديال التمر. كيفاش كيقادوا هاد لا ميلاس ديال التمر؟ تيشدوا التمر وكيزيدوا عليه الماء وكيطحنوه، وكيشدوا واحد النوعيه ديال التمر اللي كتكون رطبه، اللي تقدر دير لنا واحد لو سيرو. كاين الدبس ديال الرمان، كاين الدبس ديال الخروب اللي يقدروا يعوضوا لنا السكر الابيض. تقدر تحلي به، تقدر دير به بزاف الحوايج. ولكن واش هادشي طبيعي؟ نعم طبيعي، ما فيهش سكر مضاف، فيه سكريات بسيطه، يعني فيه الفركتوز وفيه الجلوكوز بنسبه عاليه، يعني راه حلو بالنسبه للناس اللي عندهم السكر. ما خصهمش ياخذوا قنبله ديال المعادن، فيه المغنيسيوم، فيه البوتاسيوم وفيه الحديد. الناس اللي عندهم لانيمي خصهم ياخذوا لا ميلاس ولا ديبس التمر. فيه مضادات اكسده، فيه مضادات التهابات، ولكن الحاجه اللي زوينه فيه الياف، يعني ما فيش غير سكريات، ولكن فيه الياف جيده اللي كتلعب الدور ديال البريبيوتيك، تتغذي لنا البكتيريا النافعه، وبالتالي الجهاز الهضمي ديالك تيولي مزيان وفي حاله جيده. الناس ديال الصحراء كانوا كيحليو غير بهذا. بغيتي تكون صحراوي خصك تضرب لك لا ميلاس، واحد الغذاء اللي هو مركز، كيعطيك الطاقه وكيقوي لك المناعه ديالك، حيت فيه لو زنك، فيه سكريات بسيطه. وبالتالي الناس اللي كيديروا الرياضه كيبغيو واحد البوست ورك اوت ولا بري ورك اوت اللي يعطيك طاقه انيه. شد لك الدبس ديال التمر وزيدوا في الماء وخلطوا وشربوا. راه لي دابا التذوق معلم. يعني غير شي شويه منه غيحلي لك الماكله ديالك. بارطاجي لي هذه المعلومه مع صحابك واكي عاون ربي.